كان أحد الأشخاص ألدغا في الراء، أي لا ينطقه بسهولة. قد اعتاد أن يجلس في مجلس الخليفة، وكان شهيرا بقوة لغته وعظيم حجته. وذات يوم أراد بعض حساده أن يضعوه موضع الحرج، فقالوا للخليفة: لما لا نجعله ينشر خبرا حاكوه له، بحيث لم تخلو كلمة منه من حرف الراء. لقد قالوا له: أمر أمير الأمراء وزير الوزراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الشارد والوارد. وفي بديهة وذكاء أعاد الرجل الجملة دون ذكر حرف الراء، فقال: حكم حكيم الحكماء على نديم الندماء بشق جب في البيداء ليسقى منه الغادي والبادي. فدهش منه حاسدوه وازداد قدرا عند الأمير. التقى اثنان من الفلاسفة عند مدخل ممر ضيق لا يسمح إلا بمرور شخص واحد، فقال أحدهما بغرور للآخر: تنحى. فلم أتعود أن أتنحى للسفهاء. فتنحى الآخر مسرعا وقال: أما أنا فقد تعودت. سئل حكيم: كيف أعرف عيوبي؟ فقال: أخبر زوجتك بأحد عيوبها، وستخبرك بكل عيوبك وعيوب أهلك وأصحابك وجيرانك. أهدى أحد الأدباء في شهر رمضان صديقا له نوعا من الحلوى قد فسد مذاقها ولونها لقدمها، وبعث معها بطاقة كتب فيها: إني اخترت لهذه الحلوى السكر المدائني والزعفران الأصفهاني. فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها: والله ما أظن حلواك هذه صنعت إلا قبل أن تفتح المدائن وتبنى أصفهان. أتى جحا يوما لبائع لبن، وكان يعلم أنه غشاش، فقال له: أريد كيلو من لبنك هذا. فقال بائع اللبن: ولكني أرى معك وعاءين يا جحا. فقال جحا: نعم، لكي تضع اللبن في وعاء والماء في وعاء آخر. نزل جحا ضيفا على صديق له، فقدم له في اليوم الأول حليبا، وفي اليوم الثاني حليبا، وفي اليوم الثالث حليبا، وفي اليوم الرابع جلس جحا حزينا مكتئبا. فسأله صديقه: ما لي أراك حزينا يا جحا؟ فأجاب جحا: أنتظر حتى تفطمني. قال أعرابي مجنون لأحد الولاه: إنك يا مولاي تمتلك من الشجاعة ما فاق شجاعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسأله الوالي باستغراب: وكيف ذلك يا أخ العرب؟ فأجابه الأعرابي: إن عمرا رضي الله عنه كان يخاف الله في كل شيء، وأنت لا تخاف الله في أي شيء. مدح ابن الرومي أميرا بخيلا فلم يعطه شيئا، فقال: مدحتكم طمعا فيما أؤمله، فلم أنل غير حظ الإثم والوصب. إن لم تكن صلة منكم لذي أدب، فأجرة الخط أو كفارة الكذب. تزوج أعرابي امرأة على امرأته، فجاءت الثانية إلى باب الأخرى وقالت: وما يستوي الرجلان؟ رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. ثم عادت بعد أيام وقالت: وما يستوي الثوبان؟ ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. عند ذلك خرجت الزوجة الأولى وقالت: نقي فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. شكى رجل إلى طبيب وجعا في بطنه، فقال الطبيب: ما الذي أكلت؟ فقال: أكلت رغيفا محترقا. فدعا الطبيب بالمكحلة ليكحله، فقال الرجل: إنما أشكو وجع بطني لا عيني. فقال الطبيب: قد عرفت، ولكن أكحلك لتبصر المحترق فلا تأكله. زوجة مثقفة تحب الشعر والقصائد أيقظت زوجها من النوم في منتصف الليل، وقالت له: هل ينام الحب ليلا أم ينام الليل حبا، أم أنا والليل حب لا ينام؟ فقال لها زوجها: هل تريدين الطلاق أم أن الطلاق يريدك، أم أنك والطلاق تريدان بعضكما؟ فنامت وهي تقرأ المعوذات. قال رجل لزوجته: أحب النحو إن كان نحوك. فأجابته: وأنا أحب الصرف إن كان من جيبك. يقول الأصمعي: رأيت امرأة حسناء فاشتغل قلبي بها، فقلت لها: كلي بكلك مشغول. قالت: إن كان كلك بكلي مشغولا فكلي لكلك مبذول. لكن لي أختا لو رأيت حسنها وجمالها لم تذكر حسني وجمالي. فقلت: أين هي؟ قالت: وراءك. فالتفت ورائي فلطمتني لطمة وقالت: يا كذاب، لو كنت تصدق فيما تقول لم تلتفت إلى غيري. رأى رجل خاتما من ذهب في يد جارية فأعجبه الخاتم، فأراد أن يحتال عليها ليأخذه منها، فقال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به. قالت: هذا ذهب وأخشى أن تذهب،
ولكن خذ هذا العود فعسى أن تعود. قال رجل لزوجته: هل تعلمين كم تزوج المغيرة من النساء؟ فقالت: اغزو 10 غزواته وتزوج ما شئت. دخل رجل على زوجته حزينا فسألت: ما بك؟ فقال: أمر السلطان بقتل كل من لم يتزوج امرأة ثانية. فقالت: الله أكبر، لقد اصطفاك الله للشهادة. رفس حمار زوجة رجل فقتلها، وبعد فترة تزوج من امرأة أخرى وكرر الحمار نفس الفعل، فرفس الزوجة الجديدة فقتلها، وكان الناس يعزونه، وإذا بأحد الحضور يراقبه، فلاحظ أن الرجل عندما تعزيه النساء يسألونه سؤالا فيجيب برأسه نعم، وعندما يعزيه الرجال يسألونه سؤالا فيجيب برأسه لا، فسأله الذي كان يراقبه عما سأله النساء وعما سأله الرجال، فقال: تقول النساء: أتريد أن تتزوج مرة أخرى؟ فأقول نعم، ويسألني الرجال: حمارك للبيع؟ فأقول لا. دخل شاعر على رجل بخيل شديد البخل، فامتقع وجه البخيل وظهر عليه القلق والاضطراب، ووقع في نفسه: إن لم يأكل الشاعر من طعامه فإنه سيهجوه. غير أن الشاعر انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم من طعامه، ومضى عنه وهو يقول: تغير إذ دخلت عليه حتى فطنت، فقلت في عرض المقال: علي اليوم نذر من صيام، فأشرك وجهه مثل الهلال. أراد أستاذ لغة عربية أن يخطب فتاة، فكتب لأبيها: أيا عماه، يشرفني أن أمد يدي لكي أحظى بكريمتكم، وأن تعطوننا وعدا آتينا الله به داعينا، فإن وافقتم عماه فدعنا نفصل المهر تفصيلا، وخير البر عاجله ونحن للبر راجينا. فقال: أيا ولدي، لنا الشرف، ونعم الأهل من رباك، ونعم العلم في يمناك، وأن العلم يغنينا، وأما المهر يا ولدي فلا تسأل، لأننا نشتري رجلا وليس المال يعنينا، ولكن هكذا العرف يا ولدي، وإن العرف يحميكم ويحمينا، ف100,000 مقدمها و40 مؤخرها، وضع في البنك للتأمين 50، وبيت باسم ابنتنا، وأما العرس يا ولدي فيكفيكم ويكفينا، فإن وافقت يا ولدي قلنا بارك الله لنا ولكم، وقال الكل آمين. فقال له: أيا عماه، حمضها وخللها، وضعها فوق رف البيت زيتونا، فلو بيدي ربع المهر لكنت اليوم قارونا. يحكى أن رجلا أراد استفزاز امرأة، فقال: لقد خلقكن الله جميلات لكنكن ناقصات عقل. فقالت: خلقنا الله جميلات لتحبونا، وخلقنا ناقصات عقل لنحبكم. فمضى الرجل وهو يردد: لها لسان براه الله منصلتا، كأنه حية أو سيف قتال، شاغبتها مازحا حتى أغازلها، فقسمت جبهتي نصفين في الحال.